السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما كنتكلموا على المستفيدين ديال جوطية سيدي بنور. الأهم الكبير هو الناس اللي ما عندهمش باقيين ما دفعوش الدفعة الأولى. كان سبق لينا درنا واحد اللقاء مع باشا المدينة وطرحنا عليه بعض الإشكاليات اللي كنعانيو منهم حنا كضعفاء وتجار اللي ما عندناش واحد الإمكانيات باش نقدروا نخلصوا المشروع. المهم سيدي كان وعدنا سيد الباشا بانه غيجي الرد من سيد عامل مدينة سيدي بنور، نشوفوا اشنو غادي يديروا وغادي نقدروا نردوا عليكم. اليوم الاربعاء كنتفاجئوا كيجينا واحد الخبر من الناس ديال السلطة وكيقول لنا راه اخر اجل عندكم هو الجمعة، هو نهار الجمعة. احنا كنا كنتسناو في الملف توظفوه وتلقاو شي تخريجه لهاد الناس، وهادي الا كان الاقصاء خاصهم واحد الضمانه، خاصهم واحد الحل اخر. تحطوا واحد الحل حدا الاقصاء باش هاد الناس ما خاصهمش يضيعوا. علاش هاد الناس كيشاركوا في عمليه تدوير وهادي. الناس اللي كيروجوا التجار ديال المتلاشيات، وهاد الناس اللي تبنى عليهم عملية تدوير ديال المتلاشيات. علاش غيجيو هاد الناس؟ حق راه ما عندهمش الامكانيات ديالهم ضعيفة، الله يحسن العون، وغادي يجي غيدعم بهم واحد الملف كبير اللي غيستافدوا منه ناس اخرين اللي عندهم الفلوس وما عندهمش العلاقة بالجوطية ديال سيدي بنور. على ما كنسمع وعلى ما كيوصلني ولا العدد ديال الناس برانيين في المشروع. هنا سيدي كنتسائلوا علاش هاد الناس ما يلقاو لينا حل في بلاصة الإقصاء، يلقاو لينا حل ويعطونا واحد الضمانة تكون كتابيا ماشي شفويا، تكون كتابيا هاد الضمانة باش تضمن لينا حنا الاستفادة ديالنا من غير حيد الجوطية وغادي يتم التشطيب على جوطية سيدي بنور. لقاوت حنا واحد الحل فين نقدروا نمارسوا في التجارة ديالنا وهادي باش نكونوا حنا راه حنا كنعيشوا واحد الاسر وكنعيشوا بزز في هذيك الجوطيه، وحنا كنشاركوا في عمليه التدوير. وكنشاركوا في كنساهموا في واحد الميزانيه كبيره بالنسبه للشركات وبالنسبه للدوله وهذه. المهم حنا راه كتستافد منا الدوله، واخا حنا اصلا ما مقنينش، واخا هاد العمليه التدوير وهذا الشيء ما فيهاش واحد القانون بالنسبه لهاد بائع المتلاشيات، وما عندهاش ما مهيكلاش، وما عندهاش واحد المرسوم اللي هو كيفرض على التاجير وعلى هادي واحد القانون اللي يكون مصادق عليه من طرف الحكومة. انا هاد النقاط غنفوتوهم، احنا مازال كنعيشوا في العشوائية، مازال كنمارسوا المهنة ديالنا عشوائية. كنشريو السلعة عشوائية. هادشي اللي كنمارسو حنا اصحاب المتلاشيات، كلهم الناس اللي كيديروا المتلاشيات حنا كنمارسوا الحرفة عشوائية بدون اوراق بدون حتى حاجة. كنشريو السلعة وصافي كيما يكون النوع ديالها، واخا يكون مشبوه فيها ولا هادي، الناس راه كتشري السلعة. هذا هو اللي كاين. هذا يجب يكون واحد التنزيل ديال الحكومة باش يتقنن هذا الشيء ويولي قانوني، يتباع على طريقة الفاكتورة وعلى طريقة القانون وهذه باش تكون عملية تدوير مزيانة. الله يجازيكم بخير. اليوم بغيناكم تعطونا حل في بلاصة الإخساء، عطونا واحد الحل يكون كتابي ماشي شفوي، وسيدي وحنا هذيك البلايص وهذاك الشيء وهذيك الاستفادة وهذه نعطوها للناس اللي عندهم فلوس. علاش حنا نبقاو معرقلين هذا المشروع؟ الله يسخر ليهم. نتمنى ان شاء الله المشروع تا هو يزدهر ويزيد قدام، وهادشي راه كيفرح المدينة. احنا ماشي ضد المشروع ولا هادي، احنا بغينا هذا المشروع ينجح. المهم احنا طالعين في الاستفادة، عطونا واحد الحل في بلاصة الإقصاء. وتبارك الله عليكم خوتي. وانا كنوجه واحد الميساج للوزارة الداخلية، واش يقدر الفقير دعم به مشروع وجري عليه ولا تقصيه؟ واش يقدر الفقير دعم به واحد المشروع كبير
وتجي تالاخر وتقصيه. علاش ما عندوش الماده وما عندوش الفلوس وما عندوش هادي؟ يقدر نتوما كمسؤولين وكهادي واش تقدروا تقصوا واحد الفقير اللي داعم معكم واحد المشروع كبير؟ هنا خاصو يكون في بلاصة الإقصاء يكون واحد حل بديل لهاد الناس، يكون في المستوى ديالهم، لا ضر لا ضرار وما تضروش الناس وهادي، وتمشي الأمور مزيانة. تبارك الله عليكم، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم هاد الميساج راه كنوجهو للناس المسؤولين، ما كنقصد به حتى شي واحد. انا كنوجه ميساج نادي المسؤولين باش يقدروا ما يضيعوش هاد الناس ويلقاو لهم واحد الحل بديل.